سلام يا حلوين. اليوم طبختنا اليبرق السوري الشامي. ما بعرف إذا يعني بغير محافظات بغير طريقة أو شي. خلينا نقول اليبرق الشامي. يا جماعة الخير، اليبرق على طريقتي، طيب مو طريقة حدا. المهم هلا بلشت أول شي بالحشوة اللي بدي أحشي فيها اليبرق. عندي غسلت 3 كاسات رز ولحمة حسب الرغبة، يعني قد ما بدكم. والبهارات هي فلفل، ملح، وكمون وعصفر. أنا بحسهم أساسيات بالطبخة، ما فيني غيرهم، ما فيني بدلهم. يعني إذا ما كان عندي عصفر ما بساوي الأكلة كلها، أو إذا ما عندي كمون، لأنه بحسهم أساسيات. يعني طبعا يعني اللي ما بيحب مثلا الكمون ما يحط كمون، أو أي بهار معين من اللي حطيته أنا. وأنا ما زدت أي شي، يعني البهارات اللي حطيتها هي وشوية زيت وشوية زبدة. اللي عنده سمنة كمان طيبة، زبدة نباتية أنا اللي عندي، لأنه هيك أنا كمان ما كترت يعني دهون، لأنه أنا كمان حاطة يعني لحم ودهن وعظام بالطبخة، فهي من دون شي دسمة. هلا أنا ما كان معي وقت إني أنا استناها لتذوب اللحمة على الأخير وللف اليبرة وهيك. يمكن بلشت أنا هون يمكن بحدود شي الساعة 3، يعني بلشت 3:30 هيك شي. وشفتوا اليبرة بدها وقت يعني على الطبخ، خلص شي 2:30. فبلشت هيك يعني حاولت إني أنا فرفط اللحمة بإيدي، لسه كان في شوي من قلبها متلجة. زبطت الحشوة منيح. هلا في ناس بيستخدموا رز كسر، أو في ناس بيستخدموا البرغل. بتعرفوا إنه هون الأتراك بيعملوه بالبرغل كمان كتير طيب يعني. أو ما بتحسوه طعمة برغل، بصير خلص طعمته محاشي كأنه رز. طيب على كل الأحوال والله هي يعني الأكل كله طيب. المحاشي شلون ما عملتوها طيبة. شو بتنصحوني بنوع موبايل يضايم معي للتصوير؟ يعني من شحن، يعني من بطارية، من كاميرا، من ذاكرة، يكون يعني سعره مقبول. اكتبولي بالتعليقات، حابة أغير. هلا هون عندي عصوص كنت عم اسلقه، سنيته لغلا وقمت الزفرة منه وحطيت المطيبات وضغطته. طبخته شي نص استواء قبل ما احطه تحت اليبرة يعني. ولا هون هي أبشع فقرة، إني أنا ما بحب إني أعمل على كيز تبع اليبرة. بشكل عام أنا هيك طبخات بدي قاعدة كتير قليل أعملها، لأنه مالي مرة أقعد يعني على تشغلوني 10 ساعات على الواقف ما عندي مشكلة. بس إنه تقولولي عادي ولفي يبرة، اعملي ششبرك، ساوي هيك شغلات، حرب إصبع وعجين، عن جد صار عم أكره القعدة كتير. هلا وين القصة إن أنا جايبة هي وبدي أجرب ساوي فيها اليبرة. هي أخدتها من البازار، الزلمة كان عم يعملها بشكل يعني هيك كتير سريع بكل أريحية، كأنه هيك بكل بساطة. بس قال لي إنه حطي شي دهون يعني على هي الشقفة القماشة مشان تصحت معك. أنا حطيت شوية زيت وحاولت هيك يعني دهنتها مشان تزحط زحط يعني اليبرقاية فيها. يا إلهي قديش عانيت فيها، قديش عانيت. بس عن جد أنا كنت يعني هلا ببين معكم بالفيديو خلص إنه كنت استسلمت، يعني ما عاد بدي داخل إيه. بس منيح اللي كملت، عن جد طلعت ولا أسهل منها وأسرع منها. يعني أنا كنت عم أشتغل فيها غلط أول شي. هي عن جد سهلة وسريعة وممتعة على فكرة. أنا ما بحب القعدة، ما حسيت يعني حسيتها أسرع من الوقت إني أنا بلف على إيدي. هلا شوف التخبيص، أول مرة وتاني مرة وتالت مرة قديش عكت معي. أنا قلت أول كم واحدة قلت شو هاد نصاب يا الزلمة. ما زبطت معي يعني. شي الجناب فتوحين، شي خلص ما تفتل، يعني هيك تصير ما تفتل معي، ما بعرف. بس هلا هون هي في لها 3 عيارات، فيكن تساووها رفيعة، فيكن تسمكوها شوي، فيكن كمان تساووها تخينة. فجربت أول شي ال3 وهيك حتى تعلمت عليها منيح وزبطت معي. بس عن جد سهلة، اللي هيك مثلي وما له مرق للقعدة يجربها. تقريبا اختصرت علي نص الوقت. يا جماعة حدا عم يصير معه مثلي؟ ما بعرف ليش أنا هيك هالمرض حط علي فرط، حتى يعني صار لي منيح أكتر من أسبوعين. ما عم طيب من الرشح والقريب.
يعني يا حلقي يا أنفية، ما بعرف شو هذا القريب، يعني مو طبيعي. أنا يعني متأكدة إنه من جو تركيا، متأكدة من جو البلد اللي أنا قاعدة فيه، لأنه هون منه جبل ومنه بحر المنطقة اللي أنا قاعدة فيها. ويوم شوب، يوم برد، يوم مطر، عن جد الجو كتير غريب. لك امبارح لسه كان الجو نار نار. امبارح نزلت شوي بالنهار عند أختي، عن جد معنا بالباص وانشويت لوصلت لعندها. اليوم مطر وبرد، عن جد ما عم نفهم على هالجو. بمرض أنا بيعدي ولادي، بمرض ولادي بيعدوني، وهيك بنقضيها. وأنا هون كمان ما بعرف شو صلي. هيك جربت بالطول، جربت بالعرض، يمكن هون أول إشي. هيك فشلت. إيه هون السلون أنا عم أقول إنه خلص يعني ما عاد اشتغل فيها. لوقت اللي طفيت الكاميرا وجربت مرة مرتين ثلاثة زبطت معي أكتر. اتلبكت شوي لأنه منه أنا عم أطبخ، ومنه كان ابني هون عم يدرس أونلاين، عم يدرس عربي يعني مع الأنسة، بدي انتبه له، بدي يعني كله مع بعضه، واللحمة على النار، وأنا بدي لحق اليبرة وبده وقت لينطبخ، وابني لازم يكون جنبه يعني مركز معه. والله هي حياة الأم. بالأخص بحس الأم اللي بالغربة يعني عن جد طبيعية المسؤولية اللي عليها. أنا صار لي مدري كم نهار يعني هيك عم بحس بضغوط كتير كبيرة، يعني الله يحميهم يا رب ويخلي لي إياهم لأولادي. بس أنا عن جد حاسة هالفترة كتير مضغوطة، يعني بحس ما معي وقت إني هيك أقعد لحالي شوي روق راسي. يعني حتى إذا أنا فضيت عندي مليار شغلة، 100 شغلة اشتغلها، يعني ما عم أفضى. هو أنا كمان بشتغل مندوبة من طرف تاجرة صغيرة يعني، ومن طرف هذه كمان اشتغلت معي زبطت معي. ايه من طرف مندوبة، من طرف ولادي، من طرف هلا هيك يعني فترة عم جرب يعني انه بركي بزبط معي هالمجال الطبخ. طبخ او كل شي بشكل عام، يعني التصوير بده كتير هدى، كتير رواق. هون انا ما بعرف شو صلي، قعدت لفيت يبرق بس خلص. هيك صرت ارجف فجأة وراسي كتير وجعني، مع اني فطرانة انا، قلت معقول بركي جوع. طلعت بالبراد لقيت هي بروتين. طلعتها شربتها، دبرت حالي فيه شوية سكريات يعني تعطيني شوية طاقة. وهون لساته العصعوص عالنار عم ينسلق. شوف هون كيف بعد ما أخدت إيدي منيح، شوف كيف صار بكل سهولة وبساطة. فهمت عليها وفهمت علي يعني. شفتوا كيف عن جد سريعة. لو إني أنا من البداية فهمان عليها، مع إني أنا مصور الزلمة هو عم يعملها اللي بالبازار، صورته فيديو بس خلص تنبلة يعني ما رجعت فتحت الفيديو. أنا بدي هيك أتعلم لحالي يعني خبص. لو من البداية هيك بلشت كنت خلصت بسرعة. شوفوا ما أحلاها ما شاء الله. البركة ما شاء الله. الورق العنب ساعدني كمان ماشي حاله، في شوي منهم بعض منهم خشنين. هلا كمان هي ما بتسكر منيح من عجناب، توقعت يفرطوا على الطبخ، بس رصيتهم منيح وكبستهم عم الحمد لله ولا وحدة فرطت، يعني ما أحلاهم طلعوا بالطبخ. شوفوا شو بسيطة. هلا هاي أنا كترت لها حشوة لهيك شوي عكت معي. بس تخففوا حشوة بكل سلاسة بكل سهولة بتمرق معكم الورقة. أنا بحبها هيك مدعومة شوي. هلا هذا اللي يبرق كمان مالح، أنا غسلته وصفيته بس ما نقعته منيح بالمي يعني، فهو مالح. إذا لاحظتوا إني أنا ما كترت بالحشوة ملح، واللحمة ما حطيت إلا ملح. هلا أنا آخر الشي بس بدي صفي اليبرق بحط مرقة اللحمة كمان ما فيها ملح. عم طلعت بالأخير الملح يعني متوازن حلو وظريف، لا مالحة ولا قليلة ملح. فانتبهوا انتوا لما تكون الورقة يعني حافظينها بالملح ومالحة، ما لا تملحوا لا الحشوة ولا أي شي تاني إضافات. كمان هون رجعت أخذ استراحة، يا الله شو بكره القعدة الطويلة. كان مبين علي زاد حشوة وزاد
ورق عنب ما كملتهم، دا آخر خلص اشتغلت هدول بكفونا وزيادة، نحن عيلتنا صغيرة. ضبيت الحشوة بالفريزر واليبرق، وهلا هون بلشت تطبيق اليبرق بالطنجرة. هلا هون أنا جبت هدول شو بقولون يا ربي، اللهم صل على سيدنا محمد، يمكن على الأغلبية اسمهم نخاعات، والله ما تذكرت منيح. جوزي عم يعاني من وجع ظهره وأعصابه وهيك، فنصحونا بهيك شغلة مفيدة يعني، فجبتهم قلت لحطهم بالطبخة، منه هيك بتزكي الطبخة ومنه للإفادة. وهي هون العصعوص بعد ما سلقتهم نص سلقة حطيتهم. هلا أنا حطيتهم بسفل الطنجرة مشان يبرق ما يلزق من تحت. وهون بلشت بقى أحط اليبرق صفه شوي شوي، وبين طبق يعني كل صف يبرق حط صف دهنة يعني بيناتهم، مشان هيك تطلع بدهنة ومنغنغة أكتر يعني اليبرق. من الأكلات اللي كتير محببة إلي، هي الأكلة بحبها، هي تقيلة شوي يعني ما سلسة الأكلة هيك بالأكل، بس جدا لذيذة كتير طيبة. وحتى إذا بتعملوها متل ما أنا عم أعملها بالضبط عن جد ما بتندموا. لا تقولوا لا أنا ما بحط هي وأنا ما مدري شو، هي مو طريقتي. جربوا ما بتخسروا شي، جربوا. أنا من النوع اللي ما بقول على الشي إنه لا، أو إني بعند على طريقة معينة. بجرب كل شي. هون قلبت الكاميرا فوق الطبخة. جبت ستاند من ترانديول للكاميرا، بس حسيته كتير خفيف يعني مو لاقيان يحمل موبايلي تقيل شوي وحجمه كبير يعني، فهيك كل شوي بطب بيقلب. وكنت بدي أجيب ميكروفون، بس قلت أجرب هلا أول شي بالسماعة، إذا صوتي مو واضح وما له مفهوم خبروني، أو خبروني عن نوع ميكروفون ظريف لهيك شي يعني. هيك هي حطيت دهنة فوق اليبرق، حطيت راسين توم. هلا نحن عادة ما بنحط على فكرة توم، يعني ما بنحط لليبرق توم، بس دقت عند قرايبتي بتحط خالة جوزي بتحط والله هيك توم صحيح بين اليبرق، وحبيتها من وقت ما أكلتها عندها وأنا بحط يعني كل ما بتذكر بحط. كتير طيبة. أنا من محبين التوم والبصل والمنكهات كلها والأكلات كلها. الحمد لله على النعمة والصحة والعافية. الحمد لله لإني قدرانة أستلذ يعني بالأكل. هلأ الفترة هيك شوي طالع وزني، وكل فترة والتانية يا الله بنحف حالي وكذا، برجع بشوف مشاكل غيري وعلل غيري الحمد لله، والأمراض والناس شو عم تعاني، بقول الحمد لله على الصحة والعافية، ما بدي شي، بدي ضل هيك عم استلذ واستمتع باللقمة وأنا مرتاحة وما عم أعاني من مرض. الحمد لله رب العالمين. هون حطيت هذا الصحن. هلا إذا انتبهتوا أنا حطيت اليبرق بالنص، مشان لأنه ما عندي شي كبير هيك يكفي الطنجرة كاملة، لأنه أنا ما بدي يطلع اليبرق من الأطراف مشان ما يفرط. حطيت تتقيل عليهم وحطيتهم على النار، أكلوا معي تقريبا ساعتين إلى 5 دقايق. حطيتهم الساعة 5:10 5:05 تقريبا على النار، الساعة 7 قمتهم من النار. صفيت المرقة طبعا، يا ويلي الريحة، يا ويلي الريحة بتاخد العقل. اجت زبونة لعندي عم تاخد أغراضها، قالت لي ما شاء الله ريحة اليبرق بكل البناية. زعلت والله إنه راحت والأكل مو مستوية ما داقتها، بس عن جد الريحة خيال خيال. صفيت المرقة. أنا هون كان بدي، أو ابني طلب إني طب يعني مثل ما بشوفه على اليوتيوب وهون وهون، بس ما عندي طبق يكفي هيك كامل الطنجرة يعني مشان أقلبها، فاضطريت إني صف بإيدي، تحروقت إيدي وتلدوعت إيدي لقلت حاجة. الحمد لله رب العالمين ما بتصعب علي أكلة، يعني صحيح عمري 25 26 سنة، بس الحمد لله طابخة كل شي، مجربة كل شي يعني. شو بتحبوا أعملكم وصفة لقدام اكتبوا لي بالتعليقات، حي الله وصفة، حتى شي يعني لو إنه ماله شامي أو ماله سوري من غير محافظة
من غير بلد ما في مشكلة، أنا بحب أجرب، نجرب مع بعض. هي هون كانت النهاية خرافية. طبعا أنا وقت لقيت حاجة طول ما أنا عم اسكب وعم يدوق. شوفوا لي هلا هي اللقمة الخرافية، ما بعرف شو بسمي لكم إياها، خرطوشة. صاروخ، ما بعرف شو بسمي لكم هالأكلة، هاللقمة هي. حطيت لكم هاليبرقاية على الخبزة، وحطيت لكم هالثوم، وحطيت اللحمة ما ضل مكان لحط لكم دهنة بالخبزة، وغمست لكم إياها بالمرقة. ويا ويلي يا ويلي، الطعمة دمار 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 الطعمة. عن جد بتاخد العقل.